السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدولي الجزائري أمين جويري مع فريق هيرين ضد فريق باريس سان جيرمان على مستوى بطولة الدوري الفرنسي. قبل البداية أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو يوصلكم جديد، ونبدأ أبقى في التفاصيل أكثر. أول شيء، أمين جويري شارك أساسي كالعادة، يسد في لقاء اليوم ولعب المباراة بشكل كبير وجيد، وظهر بصورة ممتازة في لقاء كان فيه الأفضل وكان فيه نجم اللقاء عن جدارة واستحقاق. إحصائيات في اللقاء فهي كالآتي: أول شيء، سجل هدف خرافي، فيما التسديدات على المرمى واحدة كانت خارج الإطار وواحدة كانت مؤطرة، وهي الهدف الذي سجلها. صنع أو لم يصنع أي فرصة، دقة التمرير توصل إلى 79%، أما التمريرات الطويلة بنسبة 5%، والمراوغات بنسبة 100%. لمس الكرة 42 مرة. أمير جويري في لقاء اليوم قدم مستوى كبير، ظهر بصورة ممتازة، سجل هدف خرافي في مرمى باريس سان جيرمان بعد عمل فردي منه، حيث تجاوز المدافعين بسهولة تامة وأسكن الكرة في شباك الحارس دوناروما. للأمانة قدم مستوى كبير وتحصل على تقييم 7.6 كأعلى تقييم في المباراة وكأفضل لاعب في المباراة عن جدارة والاستحقاق بعد المستوى الكبير الذي ظهر في لقاء باريس سان جيرمان ضد فريق رين. نتمنى الاستمرار هذا الأداء التألق وهذا الأداء الرائع مع فريقه ليل. وهذا وكل شيء، مدينة، وإلى اللقاء.